سلايس اوف لايف راند 48. الكالوريك ديفيسيت دايت او دايت عجز السعرات للتخسيس ككونسبت. هو ان انت عشان تخس اهم حاجه ان انت تعملها ان انت طبعا يبقى عندك عجز سعرات، وبالتالي تبدا تحرق وبالتالي ينزل وزنك. ولكن هو الموضوع ما بيقفش عند هنا بس، ومش دي الفكره الاساسيه. ولو انت نفذته بالطريقه دي فقط هتحصل مشاكل كتيره جدا. فبدانا نشوف حاجات اللي هو ايه، الدايتس بتاعت اف ات فيت يور ماكروز مثلا كانت موضه قوي. كان ايه اللي بيحصل؟ لك والله انا باكل بيتزا وباكل برجر وباكل سكريات وبشرب حاجه ساقعه، بس في الاخر بحسب عملت كام كالوري، وقت ما الاقي ان انا هعدي الكالوريز بتاعتي بوقف. طيب حضرتك بالنسبه للسكر، بالنسبه للكوليسترول، بالنسبه ان انت ممكن يجيلك امراض كتيره بسبب الزيت، بسبب السكر، بسبب الدهون، بسبب الحاجات دي، ما انت ماشي انت في عجز كالوريز، حلو جميل هتخس. لكن ما ينفعش مثلا كل يوم ادخل جسمي 1500 كالوري كلها سكريات وحلويات مثلا، واقول لك ده انا المفروض المينيمم بتاعي كان 2000، ده انا كده عامل عجز كمان 500. ما ينفعش ان انا اقوم واكل كل يوم فراخ مقليه الثلاث وجبات، والاقي مثلا بس اول ما اوصل عند حته الدبوس اللي هتخليني اكسر ال 1800 كالوري، لا خلاص هسيبها ماشي كل الزيوت دي. حاجه بقى الاهم، العناصر اللي انت مدخلها في الكالوريز دي ايه؟ يعني هل انت جبت عدد البروتينز اللي انت محتاجها في اليوم؟ هل انت جبت عدد الكربوهيدرات؟ ودي بقى بشوف مشاكلها اكتر مع البنات. فلاقي بنات كتيره تقول لك والله انا عملت دايت وخسيت وكان الموضوع كان لطيف قوي، بس للاسف وشي باظ وضوافري ضعفت وشعري بدأ يقع. هي بتبقى فاكره ان ده ضريبه التخسيس، او ان هي عملت دايت قاسي فمعلش وهيظبط مع الوقت. واجي اكتشف الاقي ان هي كانت عامله دايت عجز السعرات، هي ما حسبتش عدد البروتين اللي المفروض تاكله في اليوم. فهي مثلا تلاقيها في اليوم بتاكل 30 جرام بروتين، وهي مثلا نفترض ان هي وزنها 80 كيلو المفروض تاكل 80 جرام. فبالتالي ما طبيعي هيحصل لك مشاكل في شعرك، هيحصل لك مشاكل في ضوافرك. تلاقي مشيت على دايت عجز السعرات، ده بص انا بفطر توست نيوتيلا عشان بحب النيوتيلا، وبتغدى بيتزا لارج دي بتعمل معايا 1400 كالوريز وخلاص بقف. طب حضرتك فين الخضار عشان بشرتك؟ فين العناصر الغذائيه اللي تفيدك في حاجات؟ هي دي الفكره. فبالتالي ما ينفعش ان انت تحسبها كالوريز بس وما تضحكش على نفسك. انا عارف ان هو ككونسبت لطيف قوي، اللي هو كل اللي انت عايزه بس اقف عند حاجه معينه، لا، في حاجات هتعمل لك مشاكل صحيه لازم يبقى العناصر اللي بتدخلها نظيفه، مش فكره كالوريز وخلاص.